بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو قلبيا لابد أن يشعر الإنسان بضعفه وحاجته الملحة إلى ربه، وأن الله جل وعلا كريم هيأ لعباده أن يطيعوه، فليس من الأدب مع الله أن يصد الإنسان عما أعرضه الله إليه. قال أصدق القائلين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فرب عظيم جليل لا رب غيره ولا إله سواه ينبئ أنها ليلة مباركة. وينبئ قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. ثم يخبر أن الملائكة تتنزل فيها، وأن الروح الأمين يقدمهم، وأنها سلام حتى مطلع الفجر. ثم ترى من ترى عياذا بالله ينشغل عنها، بل لا يأبه بها، بل لم يقع في خلده لحظة أن يقومها. لا يمكن أن تعمر ليلة القدر بأعظم من الطاعة والقيام. وقد نقل عن سعيد بن المسيب إمام التابعين قوله: من شهد العشاء في جماعة فقد نال حظه منها. أنا أعود لما دل عليه الأخ عبد الله. أول الأمر لابد أن يكون هناك نية، رغبة في القيام، رغبة في أن يظهر العبد لله ما يحب الله أن يراه منه. لابد أن يسعى الإنسان بنفسه إلى الله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. لابد أن يهاجر الإنسان بقلبه إلى ربه، لابد أن يهاجر الإنسان بقلبه إلى ربه، لابد أن يقبل على الله. لكن ينبغي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. على هذا هو ليس الشأن أن تكون في عملك كالأطباء أو الحرس أو العسكر أو من له وظيفة ليلية أو من له رزق يدر عليه في بقالته في الليل. فبقاؤك في المتجر، بقاؤك في العمل ليس بمعارض أن تقبل بقلبك على الله. فقد يكون الإنسان في المسجد جبرا وقلبه بعيد، لكن المهم الخطوة الأولى. أين أضع قدمي؟ الخطوة الأولى أين قلبك؟ ينبغي أن يكون قلبك متوجها إلى الله، حتى وأنت بين خلطائك، بين أصدقائك، بين من لا مفر من الجلوس معه، حتى وأنت بسيارتك غاد إلى المسجد أو عائد منه، أنت بين أبنائك وزوجتك وبنيك، أن يكون قلبك معلقا بالله ترجف. وأعظم ما يثقل به كاهلك، وأعظم ما يهمك إذا انتهت هذه الليالي وختمت، هل أنا من الفائزين أو من غير الفائزين؟ كان ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما يسمي ليلة النصف من شعبان ليلة البراءة، ويسمي ليلة القدر ليلة التعظيم، ويسمي ليلتي العيد ليالي الجائزة، لأن ليلة العيد ينتهي فيها. ويؤيد هذا ما في المسند، وإن كان في السند شيء يسير من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان في آخر الخمس التي خصت بها هذه الأمة: ويوفى فيها الأجير أجره. قالوا: يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى الأجير أجره إذا أنهى عمله. فليلة العيد يكون الأعمال في رمضان قد انتهت، فسميت ليلة الجائزة لما ورد في الآثار أن أهل الصيام والقيام ينالون جائزهم في صلاة العيد. والمقصود من هذا أولا قضية أن يكون القلب معلقا بالله جل وعلا، أن يكون اللسان رطبا بذكر الله. وليفقه كل عبد أنه والله ما لهجت الألسن بشيء أعظم من ذكرها لبارئها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي عبادة تكون على أي حال، كما قال ربنا جل وعلا: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر يمكن أن يؤتى به على كل حال، هذا أمر آخر. قيامها هو المقصود منها أوليا، وإلا تشرف بكثير من الطاعات، بالصدقة، بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالغض بالعفو عن من ظلمنا، بالإحسان إلى الناس. طرائق الخير كثر، لكن رأس الأمر فيها القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام له أولويات، فأول حظه منها أن يشهد صلاة العشاء في جماعة، وكذلك صلاة الفجر في جماعة، آتيا بالركعتين القبلية التي قبل الصلاة، التي هي نافلة الفجر. ما بينهما
يتوخى أن يكون له حظ من الليل يقومه. قيام الليل عبادة، وأي عبادة، وشرف، وأي شرف. هذا القيام يتنوع. إن شهد الصلاة في الحرمين أو في غيرهما من المساجد، تراويح ما يعرف الآن بصلاة التهجد، فهذا خير عظيم، لكن ينبغي أن يكون حاضر القلب. فإن غلب على ظنه أن حضور قلبي هنا لأنه يسمع لا يتلو أضعف، فليكن له بين هاتين الصلاتين صلاة ينفرد بها، سواء كان ذلك في المسجد إن كان معتكفا أو في بيته إن لم يكن معتكفا. المهم أن تكون له صلوات غير التراويح والتهجد ينفرد فيها بعيدا عن أعين من يعرفه، فيها يزداد تلاوة، ولو رجع بمعنى يعيد الآية حتى يعظم أثرها في قلبه. فإذا سجد في ليلة مباركة كهذه، أولا يحمد الله ويستشعر كيف أن الله جل وعلا خصه بالهداية. فأنت الآن في موضع لا يعدله موضع قدمه الله عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيتذكر وهو يضع جبهته في الثرى أنه لا وضع أعظم وأشرف له عند الله من هذا، فيثني على الله بما هو أهله جل ذكره، ويحمد الله بما له جل وعلا من محامد، ويظهر ضعفه وعجزه على أن يفي بحق ربه. ثم بعد ذلك يصلي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وليكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم عائشة.